صباح الفل من اوساكا في اليابان. بقالي كام يوم هنا كنت بعمل زي استراحة محارب عشان بخطط لرحلة قوية جدا 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 لليابان. الفترة الجاية ان شاء الله هنستكشف اماكن جديدة في اليابان وهنعمل فيديوهات قوية جدا، تابعوني عشان تشوفوها. وبيقول لك بقى احسن مكان تجرب فيه المطبخ الياباني هو اوساكا. في الفيديو ده بقى هوريكم خلال الكام يوم اللي قعدتهم في اوساكا اكلت ايه. يلا بينا نخش جوه المطبخ الياباني، يلا بينا. حتى صلاة الجمعة في اليابان مختلفة. النهاردة رحت أصلي الجمعة في مسجد هنا يبعد عن الشارع المشهور في أوساكا بحوالي تلت ساعة. حلوة قوي، معمول بطريقة جامدة جدا. لا حلوة. تعالوا بقى نجرب البتاع اللي شكلها غريب دي. بسم الله الرحمن الرحيم. مولع نار. الحته دي اغلى حته طلبتها. تعال نشوفوا بقى تستاهل ولا ما تستاهلش. ايه الجمال اللي انا كنت باكله ده، بتدوب في البق، بتدوب. قلنا لهم في المحل. انا اول مره في حياتي اكل رقبه مشويه. اليابانيين دول جننوني، عليهم حاجات يا جدع. صباح الفل من مدينه اوساكا في اليابان. صباح الفل والورد والعسل والياسمين. زي ما استكشفنا طوكيو هنستكشف اوساكا، نلف في شوارعها الجميله الحلوه دي، نتفرج على المحلات. النهارده ان شاء الله احنا هنتوغل جوه المطبخ الياباني وناكل اكل الشارع بتاعهم. واللي اتفرج على الفيديو اللي فات اكيد عارف ان لقطه الفيديو بتاعت السوشي ما كملتش، فالنهارده ان شاء الله هناكل السوشي وهنجرب برضو اغلى لحمه في العالم. انا لسه نازل من الهوستل اللي انا ساكن فيه، ابقى اصوره لكم اخر اليوم عشان تشوفوا الهوستلز في اليابان عامله ازاي، عشان دي لوحدها قصه تانية خالص. يلا بينا نبتدي اليوم، يلا بينا. رجعت لكم تاني، جبت سندوتش بيض وجيت هنا سخنته وعملت كوبايه شاي وكوبايه ميه، وجبت الموز ده برده من السوبر ماركت. قلت افطر فطار حلو كده قبل ما ننزل نلف عشان ايه يومنا يبقى حلو. هو بيض بالمايونيز، حلو قوي، معمول بطريقه جامده جدا. على فكره ده مش من 7-11 ولا من المحلات اللي في الشارع، ده سوبر ماركت كبير نضيف. ودي كانت اول اكله هناكلها النهارده، بيض معمول بالمايونيز على الطريقه اليابانيه. وصلنا دلوقتي عند اشهر شارع في اوساكا. الشارع ده بقى ممشى سياحي كده طويل. بصوا الشارع طويل قد ايه. هنستكشف فيه منطقتين، منطقه الشينسايا بيشي اللي احنا فيها دي، ومنطقه الدوتنبوري اللي احنا هناكل فيها الاكل الشعبي. انا اصلا مش عارف انا بقول اساميهم صح ولا غلط. هنمشي شويه في الناحيه دي وبعد كده نمشي لاخر الشارع ده. تعالوا بقى نخش الشارع ده كده ونستكشف فيه كل حاجه. اوريكم برضو الشارع وانا ماشي كده عشان تبقوا فاهمين المكان عامل ازاي. بنخلص جزء من الشارع. الشارع ده ماشي في وسط المدينه، فهتلاقي دايما تقاطعات مليانه عربيات عادي، وفي اشاره عشان تعدي تروح الجزء الثاني من الشارع. جبت اخر الشارع من على اليمين، ده تقريبا بدايه الشارع لان مفيش حاجه كده تاني، خلاص بقت شوارع عاديه. تقريبا اليمين ده شعبي شويه لان هتلاقي محلات كتير قوي بتبيع بالجمله كده، يعني بتبيع الحاجات كده كانها في الشارع. بصوا احنا دخلنا دلوقتي منطقه حتى هتلاقوا من شكل المباني الموضوع اتغير، الموضوع نضف زياده عن اللزوم. بس هنا بقى كلها براندات بقى عالميه. انتوا شايفين اصلا الشارع نضف ازاي. انا بحاول اصور لكم بس شكل الشارع وانا ماشي كده عشان تعرفوا ايه اللي موجود هنا. كده خلصنا المنطقه الثانيه اللي هي اسمها شينسايا بيشي، يا رب برضه اقول اسمها صح، ودخلنا على منطقه الدوتنبوري. شايفين كل الناس دي بتيجي عشان تتصور مع الصوره دي. دي اشهر صوره في اليابان وفي اوساكا عامه يعني. وفي هنا زي ممشى سياحي كده على النهر، وممكن تعمل رحله بالمركب دي تلف بيها لفه في البحيره. بعد الصوره المشهوره اللي على الكوبري دي شمال منها الشارع ده. المفروض ان الشارع ده مشهور بالاكل، فتعالوا نخش بقى نشوف ايه اللي موجود فيه. المحلات هنا بتعمل يوفط غريبة الشكل. شايفين ده بيبيع اخطبوط مثلا، عامل رسمة الاخطبوط بطول المحل من فوق. بصوا الكابوريا، الكابوريا دي بتتحرك، انا مش عارف انتوا شايفينها ولا لا.
المبنى اللي دخلناه في طوكيو للالعاب اهو، مش هدخل لا. وده بيبيع اي حاجه فرايد. بصوا عامل يافطه المحل ازاي. وده بيبيع سوشي عاملها على شكل ايد ماسكه سوشيه. وده محل عامل اليافطه على شكل شيف. تقريبا ده الشيف نفسه عامل لنفسه تمثال ولا حاجه، تمثال على دخله المكان. على فكره بقه بيتحرك شايفين وبيتكلم. وده محل كابوريا تاني، عامل كابوريا بتبص على الناس من فوق والايد بتاعتها تحت بتتحرك اهي. وده محل بيعمل الرامن الياباني، عامل تنين ضخم على المحل من فوق، تنين واخد واجهة المحل كلها. ودي كابوريا تاني صغيرة برضه بتتحرك. وده محل بيعمل الواجيو، حاطط تمثال لبقرة فوق المحل. ايه الشارع المجنون ده؟ الشاشة دي المفروض انها بتعرض الناس وهي ماشية في الشارع. شايفيني؟ ازيكم؟ انا في التلفزيون يا جماعة. اليابانيين دول جننوني، عليهم حاجات يا جدع. انا لفيت هنا بتاع ساعتين 3 لما خلاص تعب. الشارع ده فيه كل حاجة ممكن تتخيلوها، اعتبروه كده 7 8 9 مولات كبار في بعض. فيه كل حاجة، لبس، اكل، شرب، مطاعم، كافيهات، كل اللي انتوا نفسكم فيه في الشارع ده. طويل قوي الشارع. عايزين بقى نجرب شوية اكل شارع في اوساكا. نجرب البتاع اللي على شكل 10 ين دي. بتيجي هنا بقى تحط ال 500 ين وتدوس هنا يطلع لك التيكت بتاعك. جبت البتاع اللي على شكل 10 ين اهو. تعال نقف على جنب بقى ناكلها براحتنا. المهم ان ده شكلها، هي كيكه ومحشيه جبنه جوه. الغريب بقى ان هي مكتوب عليها 10 وبتتباع ب 500. المحل ده بينصب على الناس، بيعمل لهم كيكه ب 10 ويبيعها ب 500. بسم الله الرحمن الرحيم. طعمها كيكه ماشي. احنا لسه ما وصلناش للجبنه عامه، لحد الان ما وصلناش للجبنه. المفروض ان دلوقتي بقى الجبنه جايه اهي. لا حلوه. البتاعه دي تستحق فعلا، جامده. الميكس بتاع الحلو على الحادق ده عامل طعم جامد قوي كده. اول تجربه في اكل الشارع جامده جدا. ده مطعم حاطط السمكه بره بتاعت التونه بعد ما فصصها. بص عمل فيها ايه، ما سابش فيها حته لحم. احلى حاجه في اوساكا بقى او ممكن في الشارع ده ان في باسكت زباله. يعني بعد ما تخلص ازازه الميه بتاعتك ارمي عادي. الغريب في الموضوع ان هنا في باسكت زباله والشوارع هنا مش نظيفه زي طوكيو. تخيل بقى الشارع يبقى فيه باسكت زباله ويبقى مش نظيف، واللي ما فيهوش باسكت زباله انضف من اللي فيه باسكت زباله. لان اعتقد ان هي بقت ثقافه خلاص، ثقافه ان انا مش هرمي في الشارع، لما اروح هرمي في البيت. تعالوا بقى نجرب التاكوياكي دي عند المحل ده. هو بيقول لك ان مسلم فريند، مفيش عليها ولا بورك ولا لارد ولا كحول. هلو فور يا اوكي. دي التاكوياكي، واحدة من أشهر الأكلات اللي موجودة في اليابان. أريجاتو جوزايماس. اوكي. هو ايه كميه الحاجات اللي حطها عليها دي؟ يا رب تطلع طعمها حلو. بصوا شكلها عامل ازاي. معلومه عني بس عشان تبقوا عارفين، انا كنت اخر واحد ممكن يجرب الاكل اللي في الشارع. تعالوا بقى نجرب البتاع اللي شكلها غريب دي. اسمها التاكوياكي. التاكوياكي دي عباره عن ايه بقى؟ عجينه جواها اخطبوط وفي شويه صوصات وحاجات غريبه هو رشها عليها، انا مش عارف ايه دي. فتعالوا بقى نجرب ونشوف. ده شكلها. بسم الله الرحمن الرحيم. مولع نار. الواد قال لي خد بالك سخنه، دي مولعه نار مش سخنه. يخرب بيتك. البتاع من جوه فيها حاجه سايحه عماله تشوي في لساني. يلا نجرب تاني يا رب تكون بردت. بص هو قطعه اخطبوط صغيره كده محشيه جوه عجينه. والله هي مش وحشه
بس مش احسن حاجه يعني، تتجرب لمره واحده في العمر، انما تتجرب كتير لا. طعمها برضو مش اللي هو تبقى عايز تجيله تاني يعني. انما البتاعه بتاعت ال10 كوين دي خطيره خطيره. تعالوا بقى نجرب سوشي رو، ده محل مشهور هنا، ده الوحيد اللي جربته لحد دلوقتي. بما ان الفيديو اللي فات محتوى السوشي فيه ضاع او باظ الفيديو انا مش عارف، فجيت بقى عشان اوريكم السوشي في اليابان لان انا حبيته قوي. جيت محل اسمه سوشي رو. بس عايز اقول لكم ايه بقى موت، بصوا الناس قد ايه. تعالوا بقى نخش على المكنه دي نحجز دور. بصوا اول ما بتدخلوا المحل بتلاقوا الشاشه دي بتغيروها الانجليش، ممكن تختار انك تقعد على ترابيزه او على كاونتر. فرد واحد كونفيرم فول يا معلم. حجزت دور رقمي 581 على الشاشه 556، فلسه قدامنا شويه حلوين انتظار. بنيجي عند المكنه دي نحط الكيو ار كود الاولاني، يطلع لنا كيو ار كود تاني برقم الترابيزه بتاعتنا 25/2. ده الكاونتر اهو 25/2 ودي 25/2. المهم ان احنا بنيجي هنا نلاقي التابلت ده، نختار اللغه انجلش، يظهر هنا كل الاصناف اللي موجوده بتطلبها بقى من هنا. نجيب ايه بقى؟ اختاروا معايا جمبري اوردر. اللي تجيبه اطلبه على طول عشان يوصل بسرعه لانه بيجي بالسير. هتشوفوا دلوقتي بيجي ازاي. جمبري بالافوكادو والمايونيز والبصل ده خطير. نطلب سلمون. خلينا نخلص دول. بصوا الكلاكس اللي حصل ده معناه ان المنتج بتاعك وصل اهو. ده الطبق بتاعنا بيوصل قدامك بالظبط. هروح بس اجيب كوبايه وجاي. هم بيحطوا هنا شاي اخضر، ده ماتشا ولا شاي اخضر. نعمل كوبايه شاي اخضر بيبقى طعمه حلو قوي مع السوشي. بصوا الاوردرات كلها بتبقى ماشيه ازاي. لو انت اللي طالب بيخش لك في مسار لوحدك هنا تقريبا. ده بتاعنا شفته. الحمد لله على السلامه. تقريبا دي التونه بتاعتنا اهي. الحمد لله على السلامه. حاطين هنا كمان جينجر، طعمه بيبقى رايق برضه. دي قطعه السلمون. انا ازاي ما كنتش باكل سوشي. ودي الجمبري. وده جمبري بالافوكادو بالبصل بالمايونيز. الشاي الاخضر ده بقى كمان تحفه. القطعه دي بقى قطعه تونه مميزه زي كده الريب اي بتاعت البقره كده. دي برضو قطعه مميزه يعني. انا لسه مش فاهم حاجه في السوشي، فبنتعلم مع بعض ان شاء الله لحد ما نحترف السوشي. فطلع احتراف. الحته دي اغلى حته طلبتها. تعال نشوفوا بقى تستاهل ولا ما تستاهلش. ايه الجمال اللي انا كنت باكله ده، بتدوب في البق بتدوب. بعد ما بنخلص بقى بالورقه اللي عليها رقم الترابيزه بتاعك، بتيجي عند المكنه دي تعمل اسكان للكود، يظهر لك الفلوس بتاعتك انجلش كريدت كارد. دفعنا باشا. تعالوا بقى نحل بحاجه حلوه بعد اللي احنا كلناه ده. هنيد 1 يا جبت البتاعه دي. هي عباره عن فراوله عليها سكر. حلوه قوي. عارفين عامله شبه ايه البتاعه زمان اللي كنا بنروح نلاقيها في الملاهي، اللي هي تفاح وعليها سكر، بس دي بالفراوله. قعدت ادور على مطعم حلال بيعمل رامن. المطاعم المشهوره اروح نو بورك، يبقى فرع بيعمل بورك وفرع تاني نو بورك. طب حلال؟ لا ما عندناش ما يثبت ان حلال، بس احنا ما بنقدمش بورك. فقلت اجي اجرب بقى ايه اكله الواجيو. بس الموضوع هنا مختلف تماما. language English. okay thank you. where is حلال؟ حلال. yeah. المطعم ده نضيف جدا. بتخش كده لازم ايه يروقوا عليك. Good evening, sir. I'm the interpreter here. If you feel difficult to communicate with Japanese staff, please call me. I speak English. Thank you. I'm just asking halal food. Oh, halal food. Yeah, it's halal menu now. Can I ask where you come from? I'm from Egypt. Egypt. yeah. المهم جيت المطعم ده القصة هنا مختلفة. هو بينزل لك اللحمة لحمة
والشوايه قدامنا اهي، هنشوي اكلنا بنفسنا. اللحمه الواجيو دي مش رخيصه، غاليه، فانا طلبت دول يعني 100 جرام كده عشان ناكلها وندوقها. اخر السفريه ان شاء الله نبقى ايه، نشوف هناكل ايه تاني. المهم بقى المطعم ده عباره عن ايه، بيجيب لك حته دهن كده وانت بتشغل البوتاجاز ده من هنا كده، وبيشغل لك نار قدامك عشان تشوي عليها حته اللحمه زي ما انت عاوز. بتدهن كده وبعدين بقى ايه، تحط عليها اللحمه يا باشا. عايزها بقى ميديم، عايزها ويل دن، براحتك. تعالوا اتفرجوا معايا. بص، هو انا بصراحه بعشق اللحمه ايا كانت هي لحمه ايه، فانا من ضمن الحاجات اللي انا كان نفسي اجربها الواجيو الياباني. ايه ده ايه ده ايه ده، احنا هنولع فيها ولا ايه؟ لا 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 لا, لا. الله. آه. ايه ده، احلى حته لحمه كلتها في حياتي حتى الان. انا كلت واجيو في مصر على فكره، وكلته في قطر، وكلته في اماكن كتير، بس هنا خطير. تعالى اوريكم بقى بنعمل ايه. احنا بناخد حته الدهن الجميله دي، نظبط المكان، وبعد كده ناخد قطعه اللحمه الواجيو الجميله. شايفين؟ ارمي يا باشا على الهادي، مش مستعجلين خالص. بتقعد انت بقى تقلب فيه كده، اول ما تحس ان انت خلاص شايفه استوى كل على طول. وبيحطوا لك هنا كرومب لو عايز تحطه على اللحمه، وكميه صوصات بقى غريبه الشكل. قلنا لهم في المحل. بعد طبعا العك اللي عكناه في الشارع ده، كان لازم نختم باكله حلوه زي دي. المهم بقى بيقول لك ايه بقى، بتطلعها كده وتقطعها بالمقص وتبتدي تاكل بقى. تعالوا بقى نجربها بالصوصات دي، ناخد هنا ونجربها بالسويت شيلي. بوظ طعمها والله. طب صويا صوص، هي طعمها كده لوحده احسن، هي تتاكل زي ما هي كده ما تجودش. مم. بقلب في المنيو لقيت فيه رقبة فرخة، وانا بحب رقبة الفرخة فطلبتها نشويها، ولقيت سوشي باللحمة، سوشي لحمة، فطلبت. شكلي هقوم مفلس من المطعم ده، بس ان شاء الله مش هنطلب تاني. لحد دلوقتي احنا بنتكلم في 3100 ين. اريجاتو. رقبة الفرخة يا جماعة بيجيبوها مخلية. فرخة ايه دي، البتاعة دي كبيرة قوي. نديها حتة دهنة الاول كده، ايه، تشعلل النار. ولع الدنيا يا سولو. يا جدعان هولع لهم في المطعم. انا الشيف اسلام دلوقتي، ها، شايفين التقليبه؟ بصوا بصوا بصوا. أوه. الله عليك يا سولومي يا رايق. ما الطبخ طلع سهل اهو يا جماعه، امال مصعبينها علينا ليه؟ زود شويه ملح بقى. ثانك يو. ده سوشي لحمه يا مجانين. يلا بينا نجربه على ما الفراخ دي تخلص. بس ثواني اقلبها، ما ينفعش يقولوا على الشيف اسلام ما عرفش يطبخ، يتريقوا علينا. استنى ما نديها حته دهن، نولع النار شويه. ولع الدنيا يا سولو. ودلوقتي بقى تعالى نروح للسوشيهايه اهي. مم. 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 الله الله. حته لحمه واجيو معموله سوشي. يلا بينا بقى نطلع الفراخ بتاعتنا الحلوه. قص قص يا باشا. دي دي تحفه تحفه. ما تقلش عن اللحمه الواجيو بحاجه، خطيره خطيره.
Delicious. It's delicious. Very delicious. I was just here to try wagyu. Now I take one sushi and this thing. This is neck for a chicken, but this is not small chicken. I'm not sure about that because I'm not from the kitchen. Okay, thank you. Arigato. If Thank you you. want something, call me. Okay, thank you. انا اول مره في حياتي اكل رقبه مشويه. طعمها خطير. اريجاتو جوزايماس. ايه ده؟ انا اكلت لحمه واجيو قبل كده بس بالطعامه دي والجمال ده والفايبس دي ما حصلش. دي تاخد جايزه احلى قطعه لحمه اكلتها في حياتي حتى الان. تعالوا بقى نجرب اخر حاجه هنجربها في اوساكا. محل اسمه بابلو مشهور قوي بيعمل حاجه اسمها بابلو ميني تشيز كيك. تعالوا نجيب واحده نجربها. Hello, which one is best selling? Okay, one per plate. اريجاتو جوزايماس. جبنا بقى واحده بابلو ميني كيك دي معموله بالكريم بورليه، اسمها بورليه اصلا. تعالوا نجربها واحنا ماشيين راجعين الفندق عشان عندنا غسيل هدوم. طبخنا لازم نغسل مواعين ونغسل هدوم. استنى ندوق دي الاول. دي تستحق فعلا انها تتاكل بعد اللحمه الواجيو. تحفه. اليوم بتاع الاكل بتاع النهارده ده كان رايق. وصلت الحمد لله عند الجامع. تعالوا بقى ندخل جوه. ده ايه المبنى ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله ما شاء الله. هنروح نتوضى. المسجد غريب، الأرضي في قاعدة كده، الدور الأول حريمي والدور التاني رجالي، بس الوضوء مش فوق. الوضوء فين بقى؟ أنا مش عارف. الوضوء تحت هنا في الوش. تعالوا بقى نتوضى. أنا مبسوط أوي إن أنا أصلي صلاة الجمعة في اليابان. المسجد ما شاء الله نضيف جدا، شايفين؟ من اكتر الحاجات اللي بتبسطني في الحياة ان انا اصلي الجمعة في بلد جديدة، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هنصلي الجمعة في دول العالم كله. وبحب اوي اروح بدري كمان اقرا سورة الكهف قبل الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي انزل على عباده الكتاب ولم يجعل له عوجا.1時間みたいに、ね、早くなってますので、私たちもイバダの回転も早くしないといけない。イバダの回転も早くしないといけませんので。We offer from University of Juanda, Juanda University. The place is about 60 kilometers from Jakarta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. To fear Allah subhanahu wa ta'ala, to have taqwa in your heart, the real taqwa, haqqa tuqatih, because there is no success, not in dunya, not in akhirah, except with taqwa. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر عبادك المستضعفين. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا. تحت في المسجد هنا هنلاقي سوبر ماركت حلال بيبيع كل حاجة حلال، يعني للي عايز يشتري بقى ايه لحوم، كل حاجة هنا حلال اهو. حلال حلال حلال. ده أكل إندونيسي حلال. الجامع زحمة جدا ما شاء الله. نطلع بره بس واحكي لكم قصة المكان.
المسلمين ما شاء الله كتير قوي في اليابان، وعشان هم كتير شايفين اصلا واقفين طوابير عشان يدخلوا الجامع، وفي طوابير طالعه اللي هم خلصوا صلاه الجمعه، ودلوقتي في صلاه جمعه تانية. النهارده رحت اصلي الجمعه في مسجد هنا يبعد عن الشارع المشهور في اوساكا بحوالي تلت ساعه. المسجد جميل ونضيف وتحفه وزي الفل. بعد ما خلصنا صلاه رحت اسالهم، قالوا لي بقى احنا بنصلي واحده بالانجلش، وبعد ما بنخلص صلاه على 2 كده بنصلي صلاه تانية بالاندونيسي والياباني. فسالته ليه يعني؟ قال لي عشان المسجد صغير ما يسعش كل المسلمين اللي موجودين في اوساكا. قال لي اقرب مسجد تاني بعيد عن هنا ب 30 كيلو و40 كيلو حاجه كده، بعيد يعني بياخد وقت. وطبعا اللي عنده شغل او في عنده حاجه يقدر يصلي الجمعه تاني بالليل. المسجد عامل شبه عماره كده، ادوار 3 ادوار بيصلوا فيهم، وتحت في سوبر ماركت فيه كل حاجه حلال للمسلمين. وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني احنا قعدت بتاع ربع ساعه ولا تلت ساعه عشان اطلع من الجامع، وناس تانية داخله، يعني طوابير خارجه وطوابير داخله. اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان، وادعوا لي يا رب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اصلي مره الجمعه في كل دوله في العالم يا رب. ازيكم؟ وده اهم بارت للرحال اللي زيي. عندنا بكره سفريه جامده جدا، فكان لازم نجيب الغسيل بتاعنا نغسله. الهوستل ده عامل شويه غسالات جامده قوي وسعرها حلو جدا. حط بس هدومي، يلا بينا. الترحال ده صعب بس ممتع في نفس الوقت، ما انكرش بصراحه. المهم ان الغسله استنوا اما نحط المسحوق. هم حاطين لنا هنا المسحوق فور فري، كوبايه والتانية. الغسالة دي بتغسل 30 دقيقة ب 200 ين. حط دي 100. قال لي هنا ان انت حطيت 100 اهو. نحط ال 100 التانية، اشتغلت لوحديها اوتوماتيك اول ما تحط ال 200 ين. تعالوا بقى اوريكم الهوستل. ده هنا كده الريسبشن. لو وهنا في زي قاعدة كده فيها فطار، بس الفطار ده بفلوس، وبما انه مش حلال انا ما جربتوش. وفي فيندنج ماشين في الهوستل، وشويه ديكوريشن بقى محترم. في تلفزيون هنا وقاعده رايقه كده لو عايز تتفرج على حاجه معينه، بس طبعا كلها بالياباني يعني. بس وفي كتب انجليش وياباني، وفي العاب هنا لو عايزين تلعبوا مع بعض، العاب كتير اهي. بنك الحظ ده ولا ايه؟ ما تصدقوا شبه بنك الحظ بالظبط. وهنا في مطبخ، في بوتاجاز وميكروويف وتوستر، وفي كل حاجه هنا بقى، يعني في عده طبخ كامله هنا اهي. تمام، معالق وشوك وكوبايات وطاسات لو عايز تعمل اكل. ودي القعده اللي بنقعد فيها بقى. وحاطين لك هنا ميه ساقعه وسخنه ومشروبات بقى، شاي عادي وشاي اخضر وتلج. دايما في تلج في البتاع دي، وبن نسكافيه، وتلاجتين هنا. عايزين تشوفوا الغرفه؟ تعالوا نشوف الغرفه. الغرفه فيها 24 سرير، انا السرير رقم 23. ده شكل السرير. تعالوا نطلع بره بقى عشان ما نضايقش حد. في حمام هنا، ده زي حمام صغير كده، فيه حوض وفي قعدتين. القعده هنا حوار بقى، القعده هنا كلها تكنولوجيا. ودي بقى الشاور روم، احواض ومناديل، دايما في مناديل وصابون وفي سشوار. ودي الشاور روم، بتخش تنور النور، في زي مكان كده تقف تلبس فيه او تقلع فيه، وبعد كده تخش جوه. حاطين برضو هنا كل الحاجات اللي انت هتستخدمها، البادي سوب والكونديشنر والشامبو. ده كده كان شكل الهوستل. اروح اعمل بقى كوبايه شاي تحت اشربها على ما الهدوم بتاعتي يا اختي والنبي تخلص.